السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احوال جيده يا رب. كيما راكم تشوفوا جبت لكم اليوم هذه الوصفه تاع صابلي بريستيج، صابلي بذوق الشوكولاته، يجي بنين شكلا وذوقا، يعني يناسب الاعراس، الاعياد، الميلاد، حفلاتكم، يعني اي مناسبه تحضريه ويحمر الوجه كيما راكم تشوفوا. درت له تزيين خفيف ويجي بنين وطري كيما راكم تشوفوا. غادي نوري لكم هنايا يجي طري، وديك الكريمه تاع الزبده درت لها بواحد المكونات جديده، يعني يجي شكلا وذوقا. قبل ما نبدو في الوصفه عزيزتي نقول لك اذا كنتي جديده ما عليك غير تشتركي وتخلينا جيم لا فيديو. نبدو على بركه الله في المقادير تاع هذا الصابلي. هنا اول حاجه المقادير تاع العجينه. نحتاجو علبه تاع مارغرين 500 غرام تكون خرجناها من الثلاجه، ونحتاجو تاني كاس تاع سكر ناعم، يعني منقصه منه غير واحد شويه. هنايا نحتاجو زوج مغارف تاع المايزينا، راهي هنا اقل من نصف كاس. وهنا نحتاجو حبه تاع البيض وزوج تاع الصفار. ونحتاجو هنا علبه تاع كوفريت كنت طحنتها بالعشوه، غير علبه واحده تكفي طحناها. وعندي تاني زوج مغارف تاع الكاكاو البني، زوج مغارف كاكاو بني. وهنا الفرينه باش نجمعوا العجينه تاعنا، والخميره الكيميائيه بالطبع بلا ما ننسوها. هذو هما كاع المكونات تاع الصابلي تاعنا. نحطوا اول شيء هذيك ال 500 غرام تاع مارغرين اللي قلت لكم كانت طريه، زدت عليها قرصه تاع الملح كيما راكم تشوفوا، ونحطوا هذاك الكاس تاع سكر ناعم. انا غادي نخدم كل شيء بيدي. نخلطوا هذاك الدهان مع السكر كلاصي حتى اللي ينسجمونا واحد شويه، غير هكا. ونزيدوا هذاك البيض، قلت لكم حبه كامله وزوج صفار، ونبقاو نجمعوا في المكونات. يعني طريقه سهله حتى اللي يذوبونا كيما هكا، حتى اللي كاع المكونات ينسجمونا مع بعض. ونزيدوا كيما قلت لكم العلبه تاع الكوفريت، هي من الافضل درت انا لذوق الشوكولاته لانه الحلوى تاع الشوكولاته. نطحنوا هذاك اي كوفريت تشروه يعني ملي ينتباع، ونطحنوه ولا نرابوه بالغابوز عادي. ونزيدوا عليه تاني دوك زوج مغارف تاع كاكاو بني. كاكاو بني البنات ما نديروش هذاك الكاكاو الغامق، ما يعطيناش الكولور الشابه اللي انا باغينها. ونبقاو نخلطوا في ديك المكونات. شوفوا اللون كيفاش ولا شباب. هنا بعد ما نسجموا لنا كاع دوك المكونات غادي نبداو في النواشف تاعنا. هنا اول حاجه نحطوا هذوك زوج مغارف تاع المايزينا يكفوا، اللي هي اللي بغات توزن بالميزان واحد 50 غرام. ونبداو نضيفوا في الفرينه تاعنا غير بالتدريج. كيما تعرفوا الصابلي تاع اللي يكون فيه الكاكاو ما لازمش نشفوا العجينه تاعه. وهنايا درت اقل من كيس تاع خميره كيميائيه، يعني نصف تاع الكيس، ولا عبروا بالمغرف، مغرف صغير. نورمالمون فهمتوني. ونبقى نضيف الفرينه غير بشويه كيما راكم تشوفوا. ما قطعت لكمش لا فيديو باش تعرفوا القوام اللي نحتاجوه. يعني كل مره نضيف الفرينه غير بشويه. هايد هنا العجينه جمعت لي، قلت لكم نخلوها طريه البنات، ما لازمش نشفوها. تعرفوا الكاكاو ومن بعد كينا يشرب ويبس لنا العجينه. هنا سي بون العجينه تاعي راهي واجده وراهي طريه، بقى لي غير نورقها. هنا جبت كيس بلاستيكي، ما نقعدوش نضيفوه في الفرينه، نديرو في الكيس بلاستيكي احسن. ونورقوا العجينه تاعنا هنايا، يعني سمك متوسط، ما هو غليظ ما هو رقيق. وهنا جبت هذا طابع، انا بغيت ندير هذا طابع مثلث يعطينا منظر باهي. ونبداو نطبعوه في الحبات تاعنا. شوفوا هذا هو السمك اللي نحتاجه، حوالي واحد 2 ملم ولا مليحه. نقعدوا نقطعوا في الحبات تاعنا ونحطوهم في البلا. هنا كنت وجدت الفرن تاعي حمالي على درجه 120، نخلوه يطيب غير من التحت، ومن بعد كينا غير شويه ينشف من الفوق لانه ما غاديش يتحمر لنا ولا. هذا هو الحلوى تاعي ونخلوها طيب ابجيه. هنا جينا من جهه نخدموا كريمه الزبده. هنا عندي 120 غرام تاع مارغرين، عندي زوج مغارف تاع سكر ناعم، وعندي 100 غرام تاع حلوى التركه. على هذه قلت لكم كريمه الزبده غادي نبدل فيها شويه اليوم، ما عادش ندير هذيك اللي مولف نحتاج عليها تاع الدهان والسكر غلاسي والشونتيي. هنا بدلتها كيما قلت لكم، حطيت 120 غرام تاع مارغرين. اللي ما عندهاش الميزان تعبر واحد 3 مغارف ولا كبار.
هنا راهي طريه المارغرين تاعنا البنات، ونزيدوا عليها 2 مغارف تاع السكر ناعم اللي عندها الميزان توزن 50 غرام. ما كثرناش سكر غلاسي انه غادي نزيدوا حلوه السرك حلوه بزاف. ونجيبوا الباتور تاعنا ونبداو نخلطوا في المكونات حتى لي يدخل لنا هذاك السكر غلاسي مع الدهان ويولي كيما الكريمه كيما هكا. شوفوا كيفاش اللون، مام اللون تاعها يولي فاتح. هنا غادي نضيفوا الخطوه اللي بعدها واللي هي حلوه الترك، قلت لكم حوالي 100 غرام، وندخلوها هي تاني في الخليط تاعنا حتى لي ما تبقاناش هكا مكتله، حتى لي هي تاني تتوزع غايه مع الدهان والسكر غلاسي. شوفوا الكريمه غادي تطلع لنا كانه درنا شونتي، يعني غادي يضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا، تولي متماسكه وتولي رطبه ليس كيما راكم تشوفوا. هنايا ما بقى لي غير نديرها في اون بوش باش نبدا نعمر بها لي صابلي تاوعي. هنا هاودو لي صابلي تاعنا بعد ما طابونا، طابوا يعني قلت لكم ما نلقش تحمروهم ولا، ودرت هذيك الكريمه في لابوش وجينا نعمروا الحبات تاعنا كيما هاك، نعمروا في نبلعوا في كاع الحواف. يعني الفيديو راه يشرح لكم مسرعاته هنا شويه باش تفهموا. نلصق بين الحبه والحبه ونبلعوا كاع الحواف تاعنا. شوفوا الكميه تاع الصابلي اللي قطعها لي الله يبارك. نديروا كميه مليحه تاع كريمه الزبده. شوفوا نشوفوا الحبات كي يكونوا قد بعضهم عادك نلصقوه. شوفوا الكميه كريمه الزبده لازمنا نديروا كميه مليحه ونبلعوا في كاع لي كوتي نساعدوا بيدينا. هنايا بالنسبه للشوكولا درت شوكولا دادا، هنا غادي نقطعها ونديرها تذوب في بان ماغي. هنايا سي بون بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي وزدت لها انا 2 مغارف تاع زيت البنات، 2 مغارف في 400 غرام تاع شوكولاته دادا. هنا ذوبت الشوكولا كيما قلت لكم وزدت لها الزيت وبديت نكلاصي في الحبات تاوعي غير بالتدريج. شوفوا الكلاصاج كيفاش راه يبري وكيف راه شباب. هنا شوكولا اولي البنات، شوكولاته بالحليب ماشي هذيك الغامقه، ونكلاصوا الحبه تاعنا في كاع لي كوتي كيما راكم تشوفوا. الفيديو كان شويه مسرع. وهنايا بعد ما كلاصيت الحبه تاعي وحتى نشفوا لي نجيبوا نفس الشوكولا اللي خدمت بها ونديروا هادو الخطوط غير هكا في الطرف تاع المثلث. نديروا هاد الخطوط كيما هكا. والتزيين غادي نزيدوا عليهم غير البندق، يعني الحبه تاع البندق غادي نقسمها على 2، نديروا نص من ونص من، يعني تزيين خفيف كيما راكم تشوفوا او ميم طون باهي. هنا غير نديروا دوك خطوط الشوكولا نحطوا هذاك البندق باه يلصق معنا كيما هكا. نتمنى الفكره تكون وصلت لكم بكل سهوله. نلصقوا الحبات تاعنا ونخلوها تنشف. هنايا بعد ما نشفت الحلوى تاعي ودرتها في ليكيسات، شوفوا المنظر تاعها كيفاه شباب. قلت لكم تجي بنينه، وديك كريمه الزبده غادي تعطيها طراوه وطراوه. شوفوا اللمعان تاع الشوكولا كيفاه جا شباب. هنا من الافضل كيما قلت لكم ديروا الشوكولاته بالحليب، ولا درتوا الشوكولا بالبندق تزيد تعطيها نتيجه احسن واحسن. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم ونكون الشرح تاعي فهمتوه. ما بقى لي غير نقول لكم حباباتي تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر، وما تنساونيش بالجام وبالاشتراك وتعليقات شابه كيما مولف تخلوهم لي، راني نقرا كامل التعليقات تاعكم. انا دوك نقطع معكم حبه. شوفوا كيفاش اطريه، وهذيك كريمه الزبده كيفاش تجي شابه بهذاك الذوق تاع حلوه الترك. ما بقى لي حباباتي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر، وصفه من وصفات مطبخ وهرانيه. سلام.